السلام عليكم. اليوم وانا راجع للبيت قررت اخذ دبس وراشي كسرا علما للبرد، لان الجو بارد، تعرفون دبس الراشي له فعاليته القويه بالموضوع. اضافه الى ذلك الدبس اختاريته من دبس كربلاء، وهذا راشي الشهباء. هذني دبس وراشي عراقيات، وهذا الموضوع مهم جدا. احنا وصلت بينا مرحله بالسنين السابقه انه حتى التشريب المعلب استورد، تشريب معلب استوردناه، الطرشي، التمر، رحنا بلد التمر بلد السواد. فلهذا هسه الاسواق دخلت بها من الاخوه هنا اللي دائما اتسوق من عندهم، قلت له شنو عندك عراقي؟ طلع اكثر من 30 او 40 منتج عنده عراقي. يعني هذا انتم تعرفون اكو بضائع تعرفوها مثل بسكت الشمائل، وهاي بهارات يسموها الملويه، وهاي كرزات الملكه، وكذا كذا كذا كله عراقي. واحنا بالتالي نروح للدعايات اللي تطلعها الام بي سي للبضائع السعوديه والبضائع التركيه، لان هاي مموله من التجار، بينما هاي الشركات العراقيه ما عندها تمويل تسد رواتب موظفيها. بالتالي الدبس والراشي العراقي اللي ما عليه يعني اعلان قوي، لازم احنا بالتالي نسوي اعلان دعما للصناعه الوطنيه. احنا اليوم فرحنا كلش لما سمعت اكو معمل سكر معمل سكر يمكن بالناصريه حول السكر من 50,000 للكيس الى سعر 35,000. هذا الشيء ممتاز. المهم كسروا البرد بالدبس والراشي واختاروه عراقي. تحياتي.